السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنعمل حواوشي البطاطس. حاجة جميلة كده، اعملوه وهيدوقوا طعمه جميل جميل يعني، وحاجة اقتصادية على قد الايد. دي بطاطس مسلوقة وهرسناها وهي سخنة، تبقى تنعم معاك على طول. لو هرستها وهي سخنة تنعم معاك على طول. ده كمون، فلفل، بهارات بطاطس، شوية ملح، كزبرة، دوت فلفل اخضر مع عيدان كرات مع عيدان بصل اخضر اهو. ده فلفل رومي مع عيدان بصل اخضر اهو. نقلب كده على بعضه. دي هريسة من اللي احنا عملناها سوا اهي. حبة زيت، نحط حبة زيت. دوت زيت نضيف قليم فيه بطاطس يعني مش وحش. نقلبه كله على بعضه ونفتح العيش بتاعنا واوريهولكم. البطاطس بعد ما حطينا عليها المكونات بتاعتها، على فكرة انا ما عنديش هرسة بطاطس، انا بهرس البطاطس بكوباية عادية، يعني كوباية زي دي كده تهرسي بيها. بصي الكعب بتاعها عامل ازاي. دي جميلة في الهرس، تنعمها لك وتخليها جميلة. مش مهم يعني هرسة البطاطس، خلتها ناعمة وزي الفل. دلوقتي هنحشي العيش بتاعنا اهوت، هنحشيه وما اخلص اوريهولكم. هذا حبايبي العيش اهوت بعد ما حشيناه. بسم الله ما شاء الله. بصي عامل قد ايه، اللهم صل على النبي. هسويه واوريهولكم. بصي مليان حلو برضو مش وحش. نسويه واوريهولكم. حواوشي واحنا بنسويه حطينا حبة زيت صغيرين، سخناهم وحطينا رغيف الحواوشي اهو. كل شوية تقلبيه على ناحية عشان ما يتحرقش منك، وتهدي النار يعني خليها وسط مش عالية اوي. حواوشي يا حبايبي بعد ما خلصناه جميل اهوت. حاجة حلوة واقتصادية، ولو ان البطاطس مش رخيصة برضو بس حلوة برضو مهما كان احلى. اتفضلوا معانا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله هنجيبه لهم بكره. طبعا عشان البنطلون بيقع.